صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما انتوا بتسمعوا البودكاست. بقالي فترة طويلة جدا ما نزلتش حاجة عندي على القناة، وده لأن أنا بقالي فترة أصلا طويلة بقالي فاقدة ان أنا فاقدة الشغف، فاقدة الرغبة عموما في الحياة. دخلت في فترة اكتئاب معينة، وده بسبب ان انا كنت متعلقة بحاجة معينة وللأسف الحاجة دي ما حصلتش. فده اللي خلاني فيما بعد احس ان انا فاقدة الرغبة في الحياة وما عنديش شغف وكل الكلام ده. فالنهاردة كان يمكن الحاجة دي خلتني النهاردة يعني تكون سبب من الاسباب اللي انا ابدأ اتكلم اكتر عن فكرة التعلق. ويمكن التعلق ده معظمنا او كلنا مرينا بيه باشكال مختلفة، فحبيت ان انا انقل تجربتي ليكم ونحل المشكلة دي سوا مع بعض، ويمكن لما نتكلم في حد يستفاد، حد يكون محتاج ان هو يسمع الكلام دوت ويطلع من اللي هو فيه. اول حاجة هتكلم عنها وهو احنا ليه اصلا بنتعلق، يعني ليه بتعلق بأماكن معينة، بأشخاص معينين، بفكرة، بإحساس. ليه أنا بتعلق؟ فبصراحة لما قعدت مع نفسي لقيت إن شعور التعلق ده جاي لما يكون مثلا الإنسان من هو صغير محسش بقيمته كفاية وسط الناس المفروض ان هم يحسسوه بقيمته، يعني مثلا زي وسط اهله. دايما علشان كده دايما بنقول للاهل ان طفلك وهو صغير اديه اهتمام، كل اهتمام عندك اديهوله، اديه حب، اديه حنين، اديه كل حاجة في الدنيا اديهاله، عشان ما يطلعش عنده نقص او فراغ عمال يدور بره ان هو ازاي يكمل النقص او الفراغ اللي عنده ده. تمام؟ يعني ده من ضمن الحاجات اللي بتخلينا احنا فيما بعد في المستقبل نتعلق. فده من الاسباب ان ممكن واحد من هو صغير ما خدش الاهتمام او الحب او الحنان الكافي من اهله، عشان كده يدور عليه بره. نقطة تانية ان هو مثلا لو نفترض ان الطفل ده شاف ان مامته مثلا علشان الاب بيدي الاهتمام للام او الحب او ايا كان، فلازم هي تدي، يبقى عندها عطاء زيادة عن اللزوم عشان تستاهل الحب منه. فده خلاه لما يكبر ان هو يدي عطاء زيادة عن اللزوم لاشخاص مش تستحق الحب ده اصلا. تمام؟ فيبدأ يعني يستنزف من طاقته، يستنزف من مجهوده، من حبه، من كل حاجة لناس. تمام؟ في معتقده بقى ان هو لما يعمل كده الناس دي هتعامله بنفس الطريقة وهتديه بنفس الحب اللي هو بيديه ليهم، وده للأسف غلط جدا جدا. فعشان كده لما الإنسان بيكبر وبيحس ان هو مهمش او محدش مهتم بيه، تمام، فبيبدأ ان هو يدي او يبقى فاهم من الحب ان انا لازم ادي اللي قدامي او ادي قدامي بشكل زيادة عن اللزوم، اعطيه عطاء زيادة عن اللزوم، افضل ادي للناس اللي حواليا من كل قلبي، اديهم بقى من وقتي، من مجهودي، من مشاعري، من احاسيسي، من كل حاجة. تمام؟ في معتقدي ان في المقابل هيحصل ليا نفس دوت، ان الناس هتدي نفس الحب ده، ان اديتهم اهو، انا اديتك اللي انت عايزه، فاكيد انت هتديني نفس الحاجة دي. ده للأسف غلط. فالناس دي لما ما بتلاقيش المقابل اللي هي كانت مستنياه واللي كانت رسماه في خيالها بتتوجع قوي. او مثلا الطفل ده وهو صغير علشان
يعني يبقى ليه حب وليه اهتمام وكل الكلام دوت، فلازم يسمع كلام باباه ومامته، ولازم يعمل الحاجات اللي هما قالوا عليها ان هو يعملها. طيب لو هو ما عملهاش وخلف في ده وما عملهاش، الطفل ده يتهجر مثلا او ينضرب، او ان هو مثلا يتعامل بطريقة فيها قسوة، يتعامل بطريقة فيها ان هما يتجاهلوه، تمام، يحس بالوحدة، فبقى يكبر، فبقى شايف ان انا علشان اتحب ان انا افضل اسمع الكلام، اقول حاضر واقول نعم، واعمل الحاجات اللي الناس عايزاها مني علشان افضل محبوب، عشان ما اتهجرش، عشان ما افضلش وحيد، عشان افضل دايما محبوب وكده. وده غلط، لان هتلاقي الناس دي بتدخل علاقات وبتبقى علاقات مؤذية ليهم جدا جدا. الشخص اللي معاهم بيستغل النقطة دي فيهم، ويبدأ بقى ان هو يلعب على المشاعر دي، اللي هو يفضل طول الوقت يعيني يقوله حاضر ويقول نعم، ويعمل له كل اللي هو عايزه علشان خايف ان الشخص اللي معاه ده يسيبه او يهجره، او يرجع تاني مثلا يعني يحس بالوحدة، يحس ان هو مش مرغوب، فشعور هيبقى قاتل بالنسبة لي، ان هو لا مش عايز يرجع يحس الشعور ده، فهفضل حاضر اقولك نعم واعملك اللي انت عايزه، بس انت ما تسيبنيش. وده للأسف بيخليه عرضة لناس وحشة كتير جدا في حياته، وبتأذي جدا وقلبه بيتوجع جدا جدا. طيب هيجي السؤال اللي كلنا بنسأله، تمام، لما بنقع في المشكلة دي، هل المشكلة فينا ولا في الناس اللي تعلقنا بيهم؟ هنا بقى هنفرق ما بين حاجتين مهمين. ايه هما الحاجتين دول؟ حاجتين ما بين ناس احنا رسمنا لهم في دماغنا نسخة ليهم مش بتاعتهم، ونبدأ نتعايش مع النسخة دي، ولما حقيقتهم تظهر بنزعل، نقول ازاي طلعوا وحشين كده، ازاي هما بنوا على حقيقتهم. هي مش بنوا، هي دي اصلا حقيقتهم، هو ده اصلا طبعهم، هم دول اصلا، بس احنا اللي فضلنا نرسم ليهم في دماغنا شخصيات وحاجات مش بتاعتهم. فللأسف لما بيظهروا على حقيقتهم بنزعل، واحنا المفروض منزعلش، احنا المفروض نزعل على نفسنا ان احنا علقنا نفسنا بناس مش شبهنا ولا يناسبونا ولا اي حاجة من الحاجات دي، تمام. النوع التاني بقى اللي المفروض يعني من حقنا بقى ان احنا نزعل بجد، لما يكون الناس دي مثلا وعدونا بحاجة معينة، تمام، وقالوا لنا مثلا ان احنا هنسوي كذا وهنعمل كذا ومش عارف ايه، وعمالين يوعدونا بوعود كتير، فاحنا بناء على الوعود دي بدأنا برضو نرسم حاجات معينة في دماغنا، ونخطط لحاجات معينة في دماغنا، ونرسم لهم ان هم هيخططوا لنا بشكل معين، هيفكروا فينا بشكل معين، لان هم وعدونا بكذا. بس لما بيجوا بقى يقلبوا علينا بنزعل، تمام. بس عايزه اقول لكم هو احنا من حقنا ان احنا نزعل، لان هنا في وعد، هنا الناس دي وعدت والكلمة او الوعد بيبقى لازم يتعمل. انا ما ينفعش ادي كلمة وادي وعد لحد وما اعملهاش، تمام، لان زي ما اقولك كده الكلمة عهد. حلو. فلما هنا بقى الناس دي بتوعد بحاجة واحنا نقعد نرسم، برضو احنا هنا في حتة ان احنا نقعد نرسم للناس حاجات معينة، هي مش اصح حاجة، حتى لو الناس دي كانوا وعدونا، هي هنا مش حاجة كويسة، عشان الرسومات اللي بنرسمها في خيالنا دي هي اللي بتوجعنا بعد كده لما بنصدم بحقيقة الواقع، تمام. بس هنا انا مش هلوم الناس اللي هي رسمت، انا قد ما كنت هلوم قبل كده الناس الاولانيه خالص، الناس اول ناس اللي هي
كانت بترسم نسخة لناس معينة هم مش وعدهم بأي حاجة خالص، تمام. وانا فضلت ارسم ليهم حاجات معينة، ولما هم خانونا او لما هم خذلونا او لما هم ظهروا على حقيقتهم فانا زعلت. لا، انت انا مش من حقك انك تزعلني اصلا. الناس اللي دول اول ناس انت بدأت ترسم نسخة لشخصياتهم في خيالك، تمام. فالناس دي هم مش وعدوك بحاجة عشان تزعل منهم. اللي تزعل منهم اللي جم وعدوك وفي الاخر خذلوك، تمام. فللأسف توقعاتنا لحاجات معينة هي اللي بتخذلنا، تمام. يعني توقعاتنا في حاجة احنا عايزينها او توقعاتنا في اشخاص معينة هي اللي بتخذلنا. يعني لو انا مثلا متوقعة مثلا ان الحاجة الفلانية دي تحصل والحاجة دي ما حصلتش، فانا اتخذلت من الحاجة دي بسبب توقعاتي. متوقعة ان الشخص الفلاني هيعمل كذا وهو ما عملش، فاتخذلت برضو بسبب توقعاتي. فالتوقعات دي بتودينا في داهية، حرفيا بتودينا على حتة سد. فلازم يعني تحط توقعاتك، وتبقى توقعات برضو مش مبنية على خيال، لازم تبقى توقعات مبنية على واقع، تمام. وانت تكون متوقع في ناس صح، ناس فعلا هيعملوا كده، مش بتبقى حاطط توقعاتك على اوهام، تمام. طيب في حاجة كمان سمعتها في بودكاست وانا بسمع بودكاست وكده، والحاجة دي صح جدا. كان في واحدة بتقول اللي بيوجعنا برضو في حوار التعلق ده ان احنا ما بنديش للشخص اللي معانا حريته في الاختيار، اللي هو هل هو عايز يفضل معايا ولا لا. يعني انا لما بحب حد، تمام، ببقى متعلقه بيه قوي. انا كنورهان اكتر عيب بكرهه فيا ان انا من الناس اللي بتتعلق بسرعه قوي، بتتعلق بالاشخاص، بتتعلق بالاماكن. ودي حاجه انا بحاول اعالجها، تمام، ان انا بتعلق بسرعه قوي، تمام. فللاسف لما المفروض ان مفيش حاجه مضمونه في الحياه، والمفروض ان مفيش ثوابت. عادي ممكن حد يبقى معاك النهارده وبكره ما يكونش معاك، ده طبيعي وده شيء واقعي جدا. بس انا عقلي بيرفض ان هو يصدق حاجه زي كده، تمام. وبفضل برضه احط توقعات معينه ومعرفش ايه ما بتحصلش، فازعل، فكل الكلام السيناريو الجميل اللي احنا عارفينه ده. فهي كلمه نقطه حلوه جدا، بتقول ايه؟ بتقول ان احنا لازم ندي للناس اللي معانا مطلق الحريه في ان هم يختارونا او لا. مش هفضل مقيده وافضل مسيطر عليه وافضل راسم له صوره معينه في دماغي، وافضل بقى ان انا متمسك بيه ومتعلق بيه ومش شايف اللي هو ومسيستم حياتي وان هو محور حياتي وكل الكلام ده. فهو في حاجتين، الشخص ده هيعمل حاجتين معاكي. لإما تعلقك بيه دوت هيخليه ان هو يستغلك في حاجات كتير، تمام، والحاجات دي ممكن تضرك نفسيا او جسديا، او ان هو يخلع منك او يهرب، هيبقى ما عايز يطلع من العلاقة دي بأي شكل، تمام. فعلشان كده لازم ندي للناس مساحة مطلق الحرية في ان هم يكملوا معانا او لا. ما نقعدش احنا نرسم لهم شخصيات غير شخصياتهم في دماغنا، لا، نسيبهم براحتهم جدا. هما بقى اللي هيقرروا اذا كان هما راحتهم معاكم فهم هيرجعوا لوحدهم، من غير ما من ده تقعد تتعلق وتوجع في نفسك وتوجع فيهم وكل الحوارات دي. طيب من ضمن الحاجات اللي انا سمعتها برضو، في بنت كانت بتسأل معالج نفسي، بتقوله ان هي عارفة ان هي في علاقة سامة، وعارفة نتيجة العلاقة، وعارفة نهاية العلاقة دي، وعارفة ان الشخص اللي معاها ده مش مناسب، ومع ذلك مكملة. يعني هي عارفة ان نهاية المطاف ده هيوديها على فين، ومع ذلك مكملة. واظن ان احنا ناس كتير جدا بيبقى عندها الادراك الكافي والوعي الكافي بنتيجة الحاجة اللي معاها دي، بس رغم كده ان هي مكملة. طب ليه؟
ده لعدة أسباب. أول سبب من ضمن الأسباب دي اللي هو أنا مبقاش مستعدة، أو إن أنا مبقاش قادرة أواجه. يعني دي من ضمن الأسباب اللي أنا هشرحها، إن في حد بيبقى عارف إن هو في مكان غلط، عارف إن هو مع شخص غلط، ورغم كده مكمل. طب ليه مكمل؟ عشان هو مش مستعد، عشان هو مش قادر يواجه، مش قادر يواجه الآلام اللي ممكن يحصله بعد ما يسيب الحاجة دي، مش مستعد يواجه الفقد، مش مستعد يواجه المشاعر، مش مستعد يواجه الاشتياق اللي ممكن يحصل بعد كده. فبتكون أوقات العلاقات بتبقى مؤذية نفسيا، وأحيانا بتبقى مؤذية جسديا، ورغم ذلك برضو بنروح فيها، ورغم ذلك برضو بنكمل فيها عادي وبنمشي. فهنا لأ، أنا لازم أكون صريحة مع نفسي، لازم أكون شخص يكون مستعد إن هو يواجه المشاعر، مستعد إن هو يواجه الآلام اللي ممكن تحصل ليه بعد كده. تمام؟ دي نقطة تانية، وهو إن العقل بيستخدم هنا حيلة قوية جدا، اللي هي الحيلة دي إن هو دايما بيبقى رابط المشاعر الحلوة والذكريات الحلوة بالشخص في العلاقة. يعني رابط هنا، انا كنت في العلاقة دي انا كنت بتشاف، انا في العلاقة دي انا مثلا كنت مبسوطة، انا كنت في العلاقة دي مثلا كنت حاسة بقيمتي، كنت حاسة بمشاعر حلوة، كنت حاسة ان انا عندي طاقة ايجابية، كل الحاجات دي. تمام؟ فبيجي هنا بقى عقلنا اول ما بيحس ان انا هسيب كل الذكريات دي واتخلى عن كل الكلام ده، فيبدأ يقولنا لا لا لا، بتخلينا نحس احساس حلو جدا او جميل جدا، فيقولك لا انت ازاي هتسيب المشاعر الجميلة دي وهتسيب الحاجات الحلوة دي وهتمشي وتسيبها ومش عارف ايه كل الكلام ده. فبيبدأ هنا يربط لنا المشاعر والذكريات بالشخص. حلو. فلما باجي امشي واسيب، فيجي هنا عقلي يقول لي ازاي انت لما تمشي انت مش هتسيب الشخص، انت كمان هتسيب معاه كل الحاجات الحلوة اللي انت حسيتها. فبفضل واقفة وساكتة مكاني. طيب تالت حاجة وهو الأقوى بقى، إن العقل عدو ما يجهله. يعني إيه؟ يعني العقل ما بيعرفش انت بعد ما تسيب ايه اللي ممكن يحصل، فدايما عايزك تكون في المكان اللي هو شايف، اللي هو متعود عليه. تمام؟ هو شايف ان انا هنا الشخص دوت انا عارفه، هو عارفني، انا المكان ده متعود عليه، فخلاص، فان هو خلاص هو الشخص ده مش مناسب ليا والمكان ده مش مناسب ليا، بس ادينا عارفه وهو عارف طباعه وانا عارفه طباعه، وادينا هنتأقلم على بعض وخلاص، زي بالظبط مثل اللي نعرفه احسن ما نعرفوش. فهو ده العقل اللي بيلعبه، هو ده دور العقل اللي بيلعبه. اول ما بيحس ان هو العقل ما بيحبش المخاطره، او ما بيحس ان هو في خطر، بيوم جاي يقولك لأ، تروح فين؟ خليك هنا، انت يمكن لما تمشي ما تلاقيش نفس المكان، ما تعرف، يمكن ما تحبش تاني، يمكن تحس بالوحدة، يفضل بقى يطلع لك في كل الحاجات دي. فعلشان كده احنا محتاجين ان احنا لما نيجي نتعلم، يعني احنا محتاجين نتعلم لما نيجي نمشي ونسيب، محتاجين ان احنا نفصل خالص ما بين الذكريات وما بين المشاعر اللي جوه، اللي جوايا اتجاه الشخص اللي انا هسيب او انا هسيب العلاقة. يعني انا مثلا من المعتقدات اللي انا كنت معتقداها، والمعتقد ده كان غلط، كنت شايفة او كنت دايما بعتقد ان التعلق ده على مراحل الحب. انا عشان انا اتعلقت بمكان او اتعلقت بشخص او اتعلقت بفكرة معينة، انا كده وصلت على مراحل الحب للحاجة دي، وده غلط، لان الحب مبقاش فيه خوف، والتعلق هنا للأسف بيبقى كله خوف. انا هنا ببقى متعلقة بحاجة وطول الوقت خايفة ان الحاجة دي ما تبقاش معايا بكرة،
خايفة ان الحاجة دي تمشي وتسيبني وتزهق مني، فافضل اديها طول الوقت اهتمام، افضل طول الوقت اديها حب، افضل طول الوقت آم، شغلة نفسي بيها. وده غلط جدا. الفكرة بقى اللي اكتشفتها فيما بعد ان التعلق ده مبقاش مبني ان انا بكون متعلقة بشخص، لا، انا ببقى متعلقة بحاجة هو اداهالي، بحاجة ناقصاني هو اداهالي. يعني متعلقة بشعور معين، متعلقة مثلا زي ما قلت ان الواحد ممكن يتعلق مثلا بالاحاسيس، اللي هو مثلا هو اداني احساس الامان، اداني احساس الطمأنينة، اداني احساس ان انا متشافة، اداني احساس الثقة. فكل دي احاسيس تحفة طبعا. فهنا انا ببقى متعلقة بالاحاسيس اكتر ما اكون متعلقة بالشخص. فانا هنا مش في علاقة صحية، انا هنا في علاقة سامة. وان التعلق ده مش اعلى مراتب حب ولا حاجة، ده التعلق ده من ابشع الحاجات اللي ممكن الواحد يوصل ليها. تمام. لكن الحب فعلا الحقيقي او الصحي اللي هو خد وهات، انا همشي لك خطوة انت هتمشي لي زيها، انا هديك حب انت هتديني قده. تمام. فهو دي هو ده الحب الحقيقي، او هو ده الحب الصح او الصحي. سمعت برضو بودكاست عن واحدة بتقول عمرك ما هتكون الشخص المناسب في المكان الغلط حتى لو قدمت افضل ما عندك. ودي اصدق حاجة انا سمعتها فعلا. انا طول ما انا عمالة ادي في مكان غلط او مع شخص غلط، تمام، ف فانا فعلا عمري ما هكون الشخص المناسب للشخص اللي انا عمالة اديله. طول ما هو هيفضل متعطش، يعني هيفضل متعطش للحاجة انا عمالة اديها له، وانا عمالة استنزف من طاقتي وهو مبسوط بدوت، وانا طب وانا فين؟ انا هنا عمالة اخسر نفسي، عمالة اخسر حياتي، عمالة اخسر كل حاجة. طب في المقابل ايه؟ مفيش مقابل. تمام. وبرضو في حاجة استوقفتني، كنت بقرأ ففي حاجة استوقفتني قوي. قرأت يعني كان حاجة بتتكلم عن التعلق برضو، ان انا مثلا بدعي ربنا يا رب انجح، يا رب مش عارفة ولادي يبقوا ناس كويسين، يا رب تبعت لي صديق صالح، زوج صالح. فلما ربنا يهديني بده، يهديني بالنجاح، يهديني بزوج صالح، يهديني بأطفال محترمين وكويسين صالحين، بأصدقاء برضو صالحين، فابدأ ان انا اتعلق بيهم. تمام. وانسى خالص ربنا. زي بالظبط لما حد يجيب لك هدية، فانت تفضل متعلق بالهدية دي، ما تتعلقش بصاحب الهدية اللي هو جابها لك اصلا. دي نفس الفكرة، ان ربنا بيدينا حاجة يهدينا بيها، فاحنا ما نتعلقش بربنا، بنفضل نتعلق بالحاجة اللي ربنا اداها لنا. فهتلاقي ربنا جه فجأة وخدها منك. طب ليه يا رب؟ ليه خدتها مني يا رب؟ انا كنت متعلق بيها قوي. ما هو عشان انت كنت متعلق بيها ومش متعلق بيا، وده غلط. احنا جين هنا الدنيا عشان يعني عشان في الاخر اصلا احنا هنواجه رب كريم، فلازم نتعلق اكتر بربنا. تمام. ربنا لما يشوفك ان انت نسيتني خالص، لا انا هاخد منك الحاجة اللي خلتك تنساني دي، وارجع افكرك تاني بيا، ارجع افكرك تاني وهذبك، وانك ترجع تفكر فيا تاني. تمام. ان دي برضو من ضمن الاسباب اللي احنا بنفضل نزعل، ليه يا رب تعمل فينا كده؟ ليه يا رب احنا ما عملناش حاجة عشان تاخد منا الحاجة دي؟ كل الكلام ده. مثلا لما تلاقي، ومش معنى كده انا بقول احنا ما نحبش، لا، انا بقول احنا نحب عادي، حب، لكن ما تخليش انك تحب لدرجة انك تخلي الحاجة دي اللي انت بتحبها تكون هي محور حياتك وتتعلق بيها لدرجة انك هي تخليك تنسى ربنا، تنسى التعلق بربنا. لا، كده احنا دخلنا في حتة غلط خالص. تمام. فهنا بقى
لا احنا لازم نقف وقفة كده ونشوف احنا فين الغلط اللي احنا عملناه هنا ونرجع نصلحه تاني. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في البودكاست عن التعلق، ويا رب تكون تجربتي او الفضفضة بتاعتي معاكم قدرت تلمس اي حد او خلي اي حد يستفيد منها يعني وكده، ويرجع يعني هو يرجع نفسه تاني ويشوف نفسه تاني وكل الكلام ده. اللي انا عايزة اقوله اخر حاجة ان احنا منتعلقش بحد ولا نتعلق بفكر ولا نتعلق بمكان ولا نتعلق بأي حاجة، احنا نتعلق بربنا ونركز اكتر مع نفسنا ونهتم اكتر بنفسنا ونفهم نفسنا اكتر. ولو مش فاهمين نفسنا مفيش مشكلة لو احنا روحنا لثيرابي نتكلم معاه ويعالجنا ونفهم نفسنا اكتر، ده مش غلط ولا عيب. تمام، العيب والغلط ان انا افضل كاتم على المشاعر دي ومش عايزة اخرجها وافضل اتجاهلها لحد ما بتكبر جوايا. تمام، ويبقى عندي عقدة نفسية كبيرة انا مش عارفة اتخلص منها واضر بها نفسي واضر بها غيري. فلا، الصح ان انا اواجه المشكلة واواجه نفسي، هقول انا عندي عيب 1 2 3 ولازم ان انا اتخلص من العيب ده. فاتمنى تكون الفضفضة بتاعتي النهاردة تكون لمست حد واتمنى تكون الحلقة يعني تعجبكم ان شاء الله، واستنوني في حلقات تانية جاية كتير حلوة زيكم كده. باي باي.